بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم مطبخ تاج الملوك. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم وصفة البراج او المبرجة الجزائرية. الوصفة تاعنا راح تكون بمقادير جد مضبوطة، وصفة ناجحة 100%. راح يجيكم البراج تاعكم بسس وطري بدون اي اضافات، فقط يعني وصفة تقليدية 100%. فقط راح ندير لكم واحد الاضافة البنات اللي راح تخلي واحد السر هكا اللي يخلي البراش تاعنا يجيو محمرين ويجيو بكل طيبين بلون واحد. والبنه ما نحكي لكمش. اولا نروحوا على بركه الله نشوفوا الوصفه تاعنا. اول حاجه لهنا البنات كيما راكم تشوفوا السميد تاعنا او الدقيق تاعنا، لازم نعرفوا نختاروا السميد، لازم يكون متوسط ماشي السميد الرقيق. الرقيق هذاك ولا الدقاق راح يجيكم البراش تاعكم معجن ويجيكم يابس. دونك هذه هي السر الاول، هو انه السميد تاعنا يكون متوسط او خشين شويه. حندير 3 كيلات كيما راكم تشوفوا في البول تاعي، 3 كيلات ممسوحين عادي. رايحه ندير لهنا كيما راكم تشوفوا كيله تاع البسوس انا هنا واش درت الزبده، خليط بين الزبده وسمن. درت كيله غير اسبوع، يعني كيله غير اسبوع. زدت ضفت لها هذاك الزيت، كملت الكيله تاعي بالزيت. زدت درت لهنا الملح في كل، يعني في كل بول درت له مغرفه صغيره تاع الملح. نروحوا لهنا نبسوا السميد تاعنا مليح مليح كيما راكم تشوفوا. لازم 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 السميد تاعنا يشرب البسوس هذاك مليح. حكوا مليح بين يديكم حتى يتبسس، هذا هو السر تاع البراج باه يجيكم مبسس والطري يذوب في الفم. هذه هي اول حاجه، هي التبساس تاعو. عرفوا كيفاش تبسوه مليح، دخلوا ليدام في السميد هذاك تاعكم بيان. شوفوا لهنا بعد ما خليته رتح شويه من بعد ما بسستو مليح. ها هي شوفوا زي ما كي ندير الكره هذه وما تتفتفش معايا، يعني تجيني ملمومه، معناتها سي بون الديك تاعي راهو شرب البسوس. لهنا في المرحله هذه ضفت مغرفه ونصف، يعني مغرف ونصف حتى الملعقتين ما نزيدوش تاع العسل. يعني ممكن تديروا سكر في بلاصه العسل اللي ما عندهاش، بصح هو العسل الخير. هذه هي الاضافه اللي قلت لكم عليها البنات، اللي حتخلي لكم البراج تاعكم يطيب كامل كيف كيف ومحمر. لهنا البنات دائما بنفس الكيله اللي نخدموا بها هي اللي نكملوا بها. عندي الكيله هذيك تاع البول درت فيها كيله، نص كيله ماء ونص كيله ما زهر. انا نحب ندير البراج تاعي بالما زهر البنات، اللي ما يحبوش الماء زهر ديروا كملوا الكيله تاعكم قد قد بالماء. فوالا رايحه نبدا نلم العجينه تاعي بلا ما نعجنو، يعني غير باطراف الاصابع كيما راني قاعده ندير. راني رميت شويه تاع يعني الكميه الاولى، زدت الكميه الثانيه. فوالا كيما راكم تشوفوا نلم الخليط تاعي بلا ما نعجنوه. كنت تعجنوا البنات البراج رايح يجيكم يابس. فوالا انا هنا كي درت الكره تاعي لقيتها ما تفتفش. شوفوا زي ما راهي كامل، يعني ملمومه بيان، ما فيهاش تشققات، معناتها الدقيق تاعي راهو شرب الماء، الكميه اللازمه تاع الماء تاعو. دونك هكا رايحه نخلي العجين تاعي يرتاح. راح ونعت لكم قد ما بقات لي شويه، هاي زغبه شويه تاع ماء، يعني وما زهر ما بقاش بزاف. لكن عاد الدقيق تاعكم يشرب راح تكملوها كامل. دوكا نروحوا للغرس تاعنا. لهنا البنات انا خدمت بغرس البطانه، غرس تاعي منقي مرحي طريه هايله. يعني هذه هي البراش تاني كيعود بغرس البطانه، هذاك هي السر تاعو باه يجيكم بنين، ما ديروش بتاع الساشيات. لهنا واش حطيت له؟ حطيت له مغرفه تاع قرفه، انا نشتي ندير قرفه. حطيت له شويه زيت وراني نعجن فيه بالما زهر. هذه هي، انا نعجب بالما زهر. اللي يحبوا ما يداويوش الغرس تاعهم ويديروا ديروا بالما. هذا مكان الماء زهر راح يخليه يجي طري ويجي بنين. فوالا هكا نحبو طري. شوفوا البنات لازم يجي طري الغرس تاع البراج باش يتحل معنا ويقعد لنا طري لمده اطول. دونك لهنا بعد ما درت العجين والغرس تاعي رايحه لهنا حطيت الميزان باش نقيس العجينه تاعي قداه جات فيها. عليها البنات باه كي نقسم العجين تاعي يجيوني الطبقات كامل قد بعضهم، قد العجين قد الغرس. لهنا شوفوا البنات دارت لي عندي 3 كيلو العجين تاعي، فيها 3 كيلو. انا هنا حنزيد نوزن الغرس تاعي حنلقى فيه غير كيلو. دونك رايحه نقص العجينه تاعي، رايحه ندير كيلو و100 في يعني في الجهه التحتانيه، كيلو و200 في الجهه الفوقانيه. دونك هكذا راح ندير شويه زايد على الكميه، يعني واحد 200 300 غرام
زايده على الغرس باه ما يجينيش كميه الغرس بزاف. اللي يحبوا يديروا قد يديروا كيلو كيلو كيلو. سينو اللي ما يحبوش الغرس تاعهم يعني في البراش تاعهم معمر بالغرس بزاف، نقصوا. كي ديروا كيلو كيلو ديروا 800 غرام تاع الغرس. فوالا لهنا حطيت فوق البلان دو طرافاي بابي فيلم، حليت عليه الطبقه التحتانيه تاع العجين تاعي. فوالا بالطريقه هذه انا نحلها كاري، تحبوا ديروها مدوره ديروها. زدت حليت فوق بابي فيلم واحد اخر الغرس تاعي كيما راكم تشوفوا. رايحه نحطو فوق العجينه يعني باه نقيس باه يجيني قد بهذه الطريقه. فوالا نزيد نحل العجينه الثالثه فوق البابي فيلم واحد اخر. فوالا بهذه الطريقه ورايحه نحطها فوق الغرس ديريكتومون بها يعني بالبابي فيلم هكذا باه نقيسها قد ومن بعد نجبد البابي فيلم من تحت العجينه راح يخرج لي بكل سهوله بلا ما نقلبها ولا يعني. المهم يعني طريقه سهله كنت تشوفوا فيها بشوف عينكم. لهنا رايحه نغطي هذوك الحراف كامل تاع الحواف تاع العجينه باش ما يخرجليش الغرس، ونبدا نطرحها بيدي عادي. يعني البنات ما كانش اللي ما يعرفش يطرح البراج. نحلو هذيك الطبقه تاع العجينه كامل بيدنا ومن بعد ندير بالحلال. يعني اخر حاجه رايحه نعدلها بالحلال باه تجيني بكل طبقه متساويه. نبداو من النصف ونهبطوا نزيدو من النصف ونطلعوا الفوق هكا. رايحه تتحل معايا العجينه تري بيان. رايحين نديروا السمك البنات، انا نحب رقيق البراش تاعي، نحب رقيق. دونك واحد الارتفاع تاعو يكون واحد سنتيم حتى لواحد ونصف سنتيم ماكسيموم. هذه هي. رايحه نعدل العجينه تاعي. لهنا في المرحله هذه البنات تحبوا يعني تقصوا كيما قاعده ندير انا بلا طابع. بصح يعني ننصحكم وحده تتعلم او مبتدئه ننصحها تخدم بالطابع احسن، راح يجيوك كامل كيف بعضهم وبكل متساويين. انا هنا ما عنديش الطابع راني ندير بيدي ويسمى مالفا بيه وديما نخدمو. دونك عادي تسمى نكيل غير بيدي يجيوني بكل كيف. لهنا ندير 3 اصابع كي ندير المستطيلات تاعي 3 اصابع ومام كي نوضح نقصهم مقروطات راح نزيد نقيس 3 اصابع ونعينهم. رايحه نعين كامل الخطوط تاعي بهذه الطريقه ومن بعد نقص البراج تاعي عادي. فوالا كيما راكم تشوفوا يجيوني بكل كيما بعضهم. نكمل تقطع هاد البراج تاعي كامل كيما راكم تشوفوا ومن بعد نروحو نطيبو. راح نعتلكم لهنا راح نعطيكم السمك كيفاه راح يجي. شويه زربت باك الفيديو البنات باسكو الوقت ما يكفيش. ها زي ما راح يجي رقيق. من بعد كيزيد يطيب راح يطلع شويه معانا يجينا سوا. لهنا حطيته في الطاجين تاعي البنات حطيته على نار دليله. تقدروا ديروا الطاجين تاع الطين وتزيدوا فوقه تاع الحديد. سينو انا درت الطور فوق النار دليله يعني للامانه باه ما نكذبش. نقصت برك على النار ما خليتهاش نار. خليته سخن مليح ومن بعد نقصت عليه وحطيت البراش تاعي. البنات لهنا كي تحطوا البراش تاعكم باه يطيبوا لكم كامل كيف ولون واحد ما لازمش تمسوهم كي تحطوهم، ما تقيسوهمش باش ما يتفتفوش وما يفسدوش الشكل تاعهم. خليهم حتى يتحمروا من الجهه التحتانيه باش نقلبوهم الجهه الفوقانيه. لهنا كيحكموا روحهم دركا تبداو تمشيو البراج تاعكم بشويه يعني كتحركوه بشويه باش يدي لون وكل كيف. فوالا بهذه الطريقه شوفوا لي هنايا هم طابوا. يجيو بكل كيف. لون حمر ذهبي رائع. فوالا هنايا يجيو طريين تولهو برك باسكو هنايا راهم هشاش بزاف يتكسروا. هذه هي الوصفه تاعنا البنات. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها وتنجحوا فيها. فوالا شوفوا لي السمك لهنا تاع البراج بكي الجهه الفوقانيه التحتانيه الغرس كل شيء يعني مضبوط. الحبات كامل قد بعضاهم بلا ما قصيتهم بالطابع. وش يعني ننصحكم يعني اللي يحبوا يخدموه لي كوموند للناس ولا اخدموا بالطبع خير تجيكم كل حبه قد خوتها. هذه هي شوفوا لي هنايا الشكل النهائي لوصفه البراج او المبرجه اللي درتها معكم. شوفوا لي هذاك اللون الله هذاك اللون الباهي احمر دوغي الله ومتحوف. هاد الوصفه البنات من اروع الوصفات اللي ممكن تجربوها. وصفه تقليديه مضمونه وناجحه من اول تجربه. يعني اي مبتدئه تقدر تجربها. تبعوا الخطوات برك يعني بالتفصيل راح تنجحوا فيها. شوفوا هذاك اللون شوفوا زي ما شاء الله.
رايحه نقص معاكم وحده باش تشوفوها كيفاش يجينا الغرس تاعها طري، والعجينه طريه تذوب في الفم. دوك نقص معاكم حيده باش تشوفوها. هذه هي البنات. ان شاء الله تعجبكم الوصفه. ما تنساونيش البنات بلي جيم بلي كومونتير وتشجيعاتكم، باش مره على مره نحط لكم وصفات ناجحه ومضمونه. هذا هو شكلها. ان شاء الله تنال اعجابكم. نخليكم على خير، نتلاقاو في الفيديو المقبل ان شاء الله. مع السلامه.